الو. يا فلان، ازيك يا حبيبتي؟ لسه الفرح مخلص اهو، تاني جايه. لا بركه انك ما جيتيش، ده كان فرح لعلعه والعروسه ضفدعه. لا والعروسه مكسوفه ونازله صح 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 صح. يا اختي بكره الالفه ترفع الكلفه. معرفش يا اختي البنات مسروعه على الجواز ليه؟ ياما قلت لها اتكني تحسني، ده حتى القعده الخزنه ولا الجوازه الندامه. قلبوا عليا المواجع، الا افتكرك يا عرسي تغم عليا نفسي. ننتي قالت لمامتي ومامتي قالت لي، وانا بقول لبنتي وبنتي هتقول لحفيدتي. أنا عن ست بقى مثل وساير. البت من دول تفضل تحلم بليلتها من وهي صغيرة، تلعب عريس وعروسة، ولما تتدور وخرات البنات يخرطها تستنى خطابها يقوموا يقولوا لأهلها خلي العسل في قناطيره لما تجيله تساعيره. والبنت فضلت ترفض عريس ورا عريس، اللي طويل واللي ابصر بكرش واللي قاموا نبهوها وقالوا لها هتتغندري وتقولي مقدري. وزادوا في التريقة وقالوا تقعد تحت الحنية وتقول ياما ملوش نية، يعني تحت السلم مستخبية. وهو قال اللي بيرفض لحد ما من كتر خطابها بارد. اما اللي ربنا ما ادهاش نصيب من الجمال حبوا يطمنوها ويقولوا لها ساعة ما هيتكتب في السما بيجي للخطاب العمى. بكرة يا حبيبتي هيجي عريس الغفلة والباب بلا قفلة، ويوم والتاني تتجوز البنية، وبين يوم وليلة تتجوز الصبية. واللي غاوي يدخل على الجواز ضروري يعقد النية. وفلانة التونسية بتقول الزواج بلا نية كالبراد بلا صينية، يعني استعدل ولا تستعجل وتقل جيبك، ده بفلوسك بنت السلطان عروسك. واللي بلا أهل يناسب، بس خد بالك قبل ما تناسب حاسب واسأل يبلك الراضي من المناسب. ده اللي يتجوز في سوق الصير يكون طلاقه تمسه بالخير. وانتي يا ست البنات نقي واختاري، خديلك راجل يكون بالنهار أجير وبالليل غفير، ده قرد موافق ولا غزال شارد. والعريس الهاني يبان من نفقته ويبقى هو اللي تعبان فيكي، ده اللي يجوزه امه وابوه يهون عليه الطلاق، واللي يجي بحق فرخه يخلص بقولة هش اذا كم اذا كو. يعني قالوا كمان اللي يتجوز بالدين هيبيع ولاده بالفايز. وانت يا دي الجدع لما تدور خد بنت الاصول لا الزمن يطول، وخد الاصيله ولو على حصيره، ونقي الصغيره اللي موافقاك، ده اللي يتجوز قد امه يا مكتر همه. فلانة الفلسطينية بقى قالت ايه؟ من طين بلادك حط على خدادك، يعني اخد ابن عمي واتغطى بكمي. بس الظاهر ام العريس ما كانتش عايزه من القرايب، قامت قالت له خد من الزرايب ولا تاخد من القرايب، ده ان كان لك عزيز لا تشاركه ولا تناسبه. وانت يا ابو العروسه ان كان لك غرض تصون العرض وتلمه ادي البنيه للي عينها منه. ولو جوزت بنتك غريبة ابعت معاها حمارة وزكيبة. اما بقى لو عايز بنتك حبيبتك جنبك جوزها بديك تندهها تجيك. قال يا واخد القرد على ماله يفنى المال ويفضل القرد على حاله. وقالوا للعروسة خدي الحلو تقف الصدر ان عطل حاله شهدي جماله. بس ستها قالت لها خدي شاي بيدلعك ولا صبي يلوعك. لكن ام الجدع قالت ربتي يا خايبة للغايبة، ولو على الاختيار اسمعني ما تحتار، خد رعنتهم ولا تاخدش سهيتهم، واوعى تاخد اللي بعرقوبها تذبح الطير، سيبك منها ما في منها خير. وما تاخدش السهتانة ام كحلة والبانة تاكل وتعمل عيانة. خد القصيرة وضمها وخلي الطويلة تمسح السقف لامها، دي سيارة وربعة تسوى من الطوال 7. وخد التخينة واوعى تخاف منها مخدة ومنها الحاف. قامت الفلسطينية قالت لا يعجبك زينها وبياض خرقتها، بكرة بتيجي الحصيدة وبنشوف فعلتها، دي سمرة ونغشة ولا بيضة ودفشة. حبوبة السودانية بقى قالت له ايه؟ احذر
احذر البلد الجيعانة والدبة الكسلانة والمرة الكشرانة، كلها للعمر مهانة. واسعى الدبة السريعة واخد المرة المطيعة، كلها للعمر تمتيعة. الجدع لف ودار لحد ما اختار وراح طلب وخطب، بس الخطوبة مشروطة، اللي ما يجي وباله مشروح طريق السلامة من هنا يروح. يوم الزفاف بقى يوم مهم، ما ينفعش يحصل كده جهجهوني، عشان اللي تتجوز يوم السبت نفسها بتتسد، واللي تتجوز يوم الحد ما يعلاش عليها حد، واللي هتتجوز يوم الاثنين مش هتلاقي الحلاقين وهيجيلها ضرتين، واللي هتتجوز يوم التلات في الهم هتبات، واللي هتتجوز يوم الاربع حسرة عليها على بيت ابوها ترجع، واللي هتتجوز يوم الخميس دي اللي هتفرح وهتهيص، واللي هتتجوز يوم الجمعة ما تنشف لهاش دمعة، وحتى لو بوصة هتلبس وهتبقى عروسة، ويوم الفرح هيقرصوها في ركبتها عشان يحصلوها في جمعتها. أما حبايب العريس حابين يوجبوا معاه، قوموا ينصحوه اقتل بسك ليلة عرسك، يعني اذبح لها القطة. شايفاكم يا كدابين الزفة يا عواجيز الفرح. يلا اهو مجوزوا حميدة لعبد الحميد، وليهم على الخد كراطة، ونقطوهم بقش الفسيخ من مجرم لشحاتة، جوزوها له مالها اللالو، وربنا يهني بخيت ببخيتة. وانتي يا فلانة قولي العلانة وهاتي فلتكانة، وحطي في كومنتاتك كل اللي جواتك، واكتبي لنا مثل تعرفيه نستفيد بيه، وخلي لايكاتك اسلوب حياتك، وزودي شيرك يكتر الله خيرك، وسبسكرايبك يكتر حبايبك.